السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم قناة عالم ريان في كل ما هو جديد. كيف ما كتعرفوا كيعرفوا الناس اللي كيتابعوني انني كنحاول نحط وصفات اللي انا مجرباهم يعني وناجحين معايا. فالوصفه ديال اليوم هي بعيده كل البعد على الطبخ، وانما يعني بالنسبه للبنات او للسيدات اللي تيبغيو النقيش وكيبغيو يديروه في ديورهم ولا كيبغيو يتعلموا بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه، يعني كيفاش يتعلموا ينقشوا. وبالنسبه للحنه كيفاش كنخلطها يعني ولا كيفاش كيديروها النقاشات، لانه هاد الخلطه هذه اولا طريقه الخلط ديال الحنه عطاتها ليا واحد السيده الله يجازيها بخير. المهنه ديالها هي انها كتنقش ونقاشه. فكيف ما كتشوفوا معايا الحنه يعني خلاتها في البلاستيكه ديالتها، تتخلطها بواحد الكاس ديال اتاي. هو المقدار ديال السائل بقدر المقدار ديال الحنه، يعني ما نقدرش نقول لكم كاس ولا جوج ولا ثلاثه، على حسب الحنه نتوما اللي غادي ديروا اولا الكميه اللي غادي تستعملوا ديال الحنه. فكتخلطها بواحد الكاس ديال اتاي ولا جوج كيسان يكون مصفي مزيان. كتضيف له سكر، يعني انا درت هنايا نص سكره، ممكن ديروا حتى سكره كامله. كتخلطي مزيان حتى كيذوب، تيكون دافي، يعني السائل باش غادي نخلط الحنه تيكون دافي. والسر اللي قالت لي هو انها تتخلطها في البلاستيكه ديالها اولا في هذيك الميكا باش كتبقى يعني تتعرق وتتطلق. فكيف ما كتشوفوا يعني كتتخلط وكتبقى تحك هكا باليد حتى كندير الكميه كامله ديال السائل اللي غتحتاج ليا الكميه ديال الحنه اللي انا درت، وتنبقى نخلطها هكا باش كنحاول نحيد هذوك الكويرات، لانه كيف ما كتعرفوا الحنه تتجمع وتتكور مع السائل اللي كنضيفوا لها. فتنكمل حتى كنكمل الكميه كامله وكنخليها تقريبا واحد ساعه ولا ساعه ونص وهي في البلاستيكه ديالتها، ما كنخدمش بها. كيف ما شفتوا اللون ديالها هنا راه تغير وكتكون سائل وتتكون يعني خفيفه، يعني القوام ديالها تيكون خفيف. هنا تنبقى نبرك عليها البنات يعني وهي في هذيك البلاستيكه باش نحيد هذوك الحبيبات كيف قلت لكم. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يتعلموا النقيش يعني خذوا من الاحسن هاد الابره اللي كتكون ديال البلاستيك، لانه ديال الزاج دغيا كتهرس وما كاينش اختلاف بينها وبين ديال البلاستيك. هذه الاولى. ثانيه بالنسبه لهاد الابره ديال البلاستيك البنات الا هي تعكست معاكم ولا تقصاحت، فانا تنغسلها مزيان وتندهنها بشويه ديال الزيت، كنخرج ليها هذاك اللي تيكون فيها الوسط يعني السرانك لتحت والعود اللي تيكون فيها لداخل، تندهنها مزيان بالزيت ونضيفها واحد القطيره ديال الزيت، ومن بعد كنبقى نمشيها مزيان راها كتخفف وتترجع لينا مزيانه. كيف ما شفتوا فانا في البلاستيك تنخليها يعني ما تتوسخش ليا الدنيا. ما كان مني كنجي نعمرها كيف ما شفتوا، فانا تنحيد ليها هذاك الوسطاني ديالها وتنعمرها من هذيك التقيبه اللي انا تنكون تقبل البلاستيك صافي تنبدا نعمر. نصيحه اخرى بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يتعلموا نقيش وتيبغيو ينقشوا بديورهم، فهو من الاحسن يعني تعلموا على البلاستيك، تعلموا على الورق، على شي كتاب عندكم نحط عليه هكا واحد البلاستيكه ونقادها مزيان، ومن بعد كنبدا نقش نقطعها كاع على حساب اليد ونبدا نقش. وكيف ما درت في الاول فهي كتكون شويه يعني الشده ديال الابره صعيبه، ولكن من بعد راه تتسهل. يعني انا هكا بهذه الطريقه هذه باش تعلمت كنقول صافا الحمد لله، يعني راه تعلمت مزيان الحمد لله. كديري نقيشات وكتبقاي مره انت كتزيدي. فهنا في الفيديو غادي نخليكم تكملوا مشاهده الفيديو، نتمنى تكملوا مشاهده الفيديو باش كتشوفوا كيفاش كنقشوا. يعني كاينين ارشيمات وشكيلات اللي هما بساط. هذا النقيش هذا تنقولوا ليه نقيش ديال الخطفه او النقيش الخليجي، اللي هو اسهل نقيش بالنسبه للبنات اللي بغاو يتعلموا. كيف ما كتشوفوا يعني هي تندير الرشمه ومن بعد كنبدا نخطف. ما كنوركش مزيان على الابره باش ما تخرجش ليا الحنه كثيره، فانا غير كندير غير بصبعي شويه وكنبقى تنخطف. داكشي علاش كيسميوه نقيش ديال الخطفه. يعني كاينين هنا رشيمات اللي هما زوينين وكيف قلت لكم ساهلين البنات ماشي صعاب. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم
وكنتمنى تكملوا مشاهدة الفيديو باش تشوفوا الرجيمات الاخرين. نخليكم مع الفيديو وبالتوفيق ان شاء الله.
اليوم اعزائي ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. ما تنسونيش من لي لايك، من تعاليق محفزه. وإلا كنتي اول مره حبيبتي كتزوري القناه، فضلا وليس امرا اشتركي بالقناه وضغطي على الجرس باش يوصلك كل جديد، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. الى فيديو مقبل.